صباح الخير. تعالوا نعمل مع بعض ميك اب مناسبات او ميك اب رايت فاتحه. مش هياخد منك 10 دقايق وهيبقى بلونين بالظبط. ده الفيشيال ميست بتاع ايفون دبل هايلورونيك اسيد. بحطه كده قبل الميك اب علشان خاطر بيبقى بيس حلو قوي للميك اب وكمان بيرطب البشره. بسيبه بس ينشف شويه وبعدين هنستخدم البرايمر ده من ايفون، برضو بحطه على المناطق اللي بيبقى فيها نسبة دهون، اللي هي منطقة التي زون. بحطه على منطقة الدقن والمنطقة دي اللي بيبقى فيها مسام والنوز وكمان في الجبهة من فوق. بحطه بس في الأماكن اللي هي بيبقى فيها نسبة دهون أو منطقة الدهون في البشرة. هو بيدي شكل جلوي كده وفي نفس الوقت بيخلي البشرة مش اويلي خالص. ده الكونتور بتاع انفينيتي، انا كنت عملت لكم فيديو عنه مقارنة هو ومنتجين تاني. بحطه بس عشان اكنسل الهالات ولو موجود اي اثار حبوب او حاجة. هو لونه اغمق شوية من لون بشرتي فبحطه علشان خاطر اكنسل بيه الهالات. ميزة الميك اب ده ان هو تستخدمي فيه بس لونين ودول موجودين حتى في اي باليت للحواجب عندك. هو بس بيعتمد على لون بني ولون تاني شمر، ممكن تغيريه بقى تخليه جولد تخليه سيلفر تخليه بينك زي ما انت عايزة. وبعدين هستخدم الفاونديشن ده من باور ستاي. ده طبعا لونج لاستنج بيقعد طول اليوم لحد ما انت تمسحيه. هاخد منه بس بامب ونص لان هو قوامه تقيل قوي وهيفضل موجود معاكي طول اليوم لحد ما تمسحيه. واخدت البرونزر ده برضو ليكويد برونزر ده من ايفون. بخلطه كده مع الفاونديشن عشان يبقى الشكل جلوي، شكل البشرة بيبقى جلوي. وبوزعه بايدي، بحب الاول اوزع اي فاونديشن بايدي وبعدين بمشي بالفرشة بتاعة الفاونديشن في اتجاه واحد علشان خاطر ما يعملش خطوط في البشرة. هو مدي شكل جلوي كده علشان خاطر الفاونديشن ده مات تماما، مش الفينش بتاعه مات على البشرة قوي، فحبيت ادخل معاه الليكويد هايلايتر اللي وريته لكم. بوزع في اتجاه واحد على البشرة، بحاول اوريكم هو بعد ما بيتوزع بيبقى شكله عامل ازاي. وده يعني شيد واحدة بس انا حطاها. بحاول اوريكم هو قد ايه بعد ما اندمج على البشرة شكله حلو قوي. بعدين بقى باخد بالسبونج كده علشان خاطر لو في اي زيادات وعشان اثبت الفاونديشن في الاماكن اللي فيها اللاينز والسمايل لاينز في البشرة، ولو في اي حاجة زيادة تبقى شلناها خلاص. هستخدم بقى الكونسيلر ده من ارت سكان وهحطه في اخر العين وفي اول العين كده عشان اسحب العين على فوق لان اللوك هيبقى مسحوب كله على فوق. بحطه في الاماكن اللي عايزين ننور فيها وهنحط تاني عند منطقة الدقن والخطوط. هستخدم بقى البرونزر ده ستيك من اوريفلام، حلو لونه تحفة وبيجمنتد جدا. فهحط منه حاجة بسيطة قوي لان هو لما باجي اوزعه وادمجه بياخد يعني اريا كبيرة قوي، يعني حتة صغننة خالص تقدري توزعيها في اماكن كتير. فبحط حاجة صغيرة قوي وثباته هايل الصراحة. واحاول كمان اعمل بيه كونتورنج لمنطقة الانف. هستخدم بقى البلاشر دي من مايت سينما، الليكويد بلاشر دي. وطبعا انا حطيت كمية كبيرة فهوزعها على الناحية التانية لان هي نقطتين بس بيبقى يعني شكلها تحفة وثابتة جدا برضو طول اليوم. لما باجي ادمج بقى بدمج الكونتور او البرونزر مع البلاشر. التركاية دي حلوة قوي بتخلي شكل البلاشر على البشرة تحفة. فبدمجهم مع بعض الاول، اي حاجة غامقة بدمجها الاول وبعد كده بدمج الفواتح. يعني باخد بخلي الكونسيلر الخطوة التانية بحيث لو في اي حاجة اعرف اعملها بالكونسيلر افتحها بالكونسيلر. وبتأكد تماما ان انا دمجته كويس قوي علشان خاطر ما يعملش اي خطوط. ده شكل كل حاجة بعد ما اندمجت على البشرة. هاخد فرشة فلافي كده وهاخد اللون الفاتح ده وهحطه بيز للعين من فوق للعين كلها لمنطقة الجفن يعني. وهاخد لون تاني لونه شيمر كده جاي على روز جولد وهحطه في الحتة بتاعت الكات كريس دي بحيث يبقى لون انتقالي ما بين اللون اللي هحطه تحت وفوق.
هاخد فرشة تانية وهاخد يعني جزء بسيط من اللون، مش اللون كامل، اللون البني الفاتح، لحد بس ما اظبط الحته بتاعه الكات كريس دي وارسمها حلو. وبعد كده ابقى اخد اللون اغمق من كده. انا بحددها بس الاول كده بلون خفيف، وبعد كده هرجع امشي عليها تاني بلون اتقل. طبعا اللون اللي هو الروز جولد اللي انا حاطاه ده مش عارفه واضح لكم ولا لا، بس هيبان دلوقتي بقى واحنا بنحط اللون البني الاتقل شويه، اللون الروز جولد اللي انا حطيته على الجفن المتحرك. هاخد بقى اللون البني ده اللي هو فيه شويه شمر وهحطه ما بين اللونين علشان خاطر ما يبقاش فيه فاصل بينهم، وهدمج كويس قوي اللونين مع بعض. دي فرشة دمج. هاخد بقى راحتي في الدمج خالص بحيث اخف اللون على فوق، يعني فوق يبقى متدرج خفيف، علشان خاطر لما نيجي نعمل الكات كريس دلوقتي على الجفن المتحرك. الموضوع بسيط خالص، هو انت بس بتخفي اللون بفرشة دمج. بعد كده بقى هاخد الكونسيلر وهبتدي احطه على الجفن المتحرك وهدمجه بقى بصباعي علشان خاطر ابتدي احط عليه اللون اللي هو الفيه جليتر او اللون الشمري اللي هو اساس اللوك كله. ده اللون التاني اللي انت هتستخدميه. هاخد ده لاكويد اي شادو، كان برضو من ايفون. هو لونه على جولد كده شويه بس جولد هادي. هحطه فوق الكونسيلر كده في منطقه الجفن المتحرك. انا بوزعه كويس قوي لان هدمجه تاني دلوقتي بحيث يبقى اللون ماشي مع اللون البني، ما يبقاش فيه فاصل برضو بينهم. بفرشة الدمج وبدخل اللونين في بعض كده. وطبعا لو في حاجة خفت من اللون البني من فوق هرجع ازودها بالراحة كده مكان ما كنت عاملاها. هاخد بقى فرشة انجل دي اللي هي فرشة الحواجب وهبتدي اعمل بيها سحبة العين من الجنب كده، وهمسح الزيادات دلوقتي. هتشوفوا همسحها ازاي بحيث تبقى سحبة العين لفوق. انا بس بحدد بيها عشان انا محتاجة يبقى كل الاريا دي بنفس اللوك بتاع الاي شادو. الزيادة هعملها هسحبها لفوق، وهاخد برضو من نفس اللون البني اللي انا رسمه بيه من فوق ده وهحدد مكان الايلاينر، وهعمل تحت نفس الحكايه بنفس اللون البني اللي فوق الغامق، احدد بيه تحت الرموش عشان يوسع العين من نفس الالوان اللي انا مستخدماها. هبتدي احدد بقى بقلم كحل بني ميتاليك كده، لا هو اسود ولا هو بني. همشي كده على المكان ما انا ما حددت بالفرشه الانجل. بعدين هستخدم المسكرة دي اسمها Unlimited Drama، دي برضو من ايفون. صراحة الابليكيتور بتاعتها هايلة كأنك حاطة بالفعل رموش. انا مش هركب رموش ولا اي حاجة، دي بستخدمها دايما لما عيني بتبتدي تدمع ولا حاجة عشان ما بوظش اللوك. هنا انا بوريكم انا ازاي ممكن تكبري الشفايف من غير ما يبقى فيه اي فيلر او مستخدمة اي حاجة. بتمشي على حدود الشفايف من بره، على حدود الشفايف، مش بتطلعي عنها ولا بتنزلي عنها، على حدود الشفايف بالظبط. وده الروج ده كان من مارك، حطيته برضو نفس الالوان بتاعه اللوك. بعد ما حددته بعمل بس بملى الاماكن بعد التحديد، بيبين شكل الشفايف اكبر. هنا هستخدم البرونزر ده، بس ده باودر برونزر عشان بس اكد على البرونزر اللي انا حطاه، بما انها يعني ان احنا في مناسبه وانها حاجه هتقعد معاكي وقت طويل، فانت محتاجه بعد ما تعملي بحاجه ليكويد تاكدي عليها بحاجه باودري شويه زي البرونزر ده. ده طبعا موجود معايا بقاله حوالي سنتين ولا حاجه او اكتر، حجمه كبير جدا. بصوا شكل اللوك جلوي ازاي. طبعا انا حطيت جزء وسبت جزء بس عشان اوريكم الفرق عامل ازاي. انا بحاول ادمجها
هحط العين التانية واجيلكم. طبعا انا اكدت على الايلاينر او الكحل البني اللي هو ميتاليك ده، وده شكل اللوك بدون اي حاجة خالص على البشرة، وده مات تماما. بستخدم نفس المسترايزر اللي انا استخدمته في اول الفيديو برضو بتاع ايفون، علشان خاطر يخلي الميك اب شويه جلوي وميكسد كده مع بعضه. شكل البشره بصوا بيلمع ازاي بعديه. ده الفينش بتاع البشره. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. باي باي.